وانا هتكلم على الاضافات هنا. هتكلم عن اضافه واحده مهمه جدا وعجباني قوي في الجهاز ده، وهو حساس الفصل. ايه حساس الفصل ده؟ بكل بساطه الجهاز طبعا متقفل زي ما انتم شايفين كده، فمفيش ميه جوه هتخرج لبره. طيب دلوقتي لو الجهاز فيه مشكله او فيه تسريب، هتستنى بقى اما يتملي ويغرق الدنيا؟ لا، الجهاز فيه حساس فصل جوه. وظيفه الحساس ده ان لو حصل تسريب يقطع الميه او يمنع الميه انها تخش للجهاز في الاساس من البدايه خالص. فلو حصل اي تسريب الجهاز هيفصل، وبكده لا الدنيا هتغرق ولا انت هتكون قلقان على القطع اللي موجوده جوه الجهاز. وعلى بلد المنشأ هنتكلم على بعض المميزات الموجوده في الجهاز، برضه هنتكلم على بعض الاضافات اللي موجوده وهتعجبكم ان شاء الله. حاجه تانية برضه بالنسبه لقطع الغيار عشان نطمن هنعرف فيه قطع غيار ولا لا. والحاجه الاخرانيه والمهمه وهي ازاي تشتري الجهاز ومنين. نتكلم عن اول جزئيه وهي التصميم. تصميم الجهاز زي ما انتم شايفين كده، طبعا ده لون من ضمن الالوان، في الوان في كذا لون منه، في كذا شكل منه، في كذا موديل. طبعا تقدر تحطه بقى فوق الحوض، تقدر تحطه تحت الحوض، بس اعتقد لو فوق الحوض او على المطبخ هيكون شكله اشيك، ممكن تكمل بيه ديكور المطبخ. فمتاح انك تحطه في اي مكان. دي نقطه. النقطه الثانيه برضو مش هياخد معاك مكان لجزئيه مهمه او لسبب بسيط. الجهاز الكلاسيك العادي ممكن تعلق الجهاز في مكان وتحط الخزان في اي مكان تاني، ولكن الجهاز ده كله على بعضه جوه الصندوق ده، سواء الخزان او الشمعات كل حاجه تقريبا موجوده جوه. كل اللي انت محتاجه انك هتوصل الحنفيه والدخول والصرف وشكرا على كده. ده بالنسبه للتصميم والشكل الخارجي، فمش هاخد معاك مكان يعني. طبعا حتى كمان بالنسبه للتصميم، ودي يعتبر الاهم والمفروض ان انا كنت ابدا بيها، الهيكل بتاعه كله من البلاستيك، فلو جه عليه ميه مفيش صدى، ما تقلقش من حته الصدى دي خالص. طب بعد كده حته بلد المنشأ. الجهاز كله متصنع في تركيا، سواء بقى الهيكل الخارجي الشمعات كله تركي ومتجمع هناك ومتقفل هناك. وفي نقطه حلوه قوي في التجميع ان هو بيتم اختبار الهواء عشان لو في اي تسريب، فبالتالي تقريبا كل الاجهزه ما فيهاش تسريب. وتقدر تتاكد من ده بانك انت في نظام سدادات كده موجوده في الجهاز، لو بدات تشيل اي سداده هتلاقي فيه صوت الهواء زي ما انت سامع كده. صوت الهواء ده بيأكد لك ان مفيش تسريب، لان هو اساسا مضغوط هواء من قبل ما يجي على مصر، وبالتالي اذا وجدت الهواء فمفيش تسريب. فدي حته انساها خالص ان تلاقي تسريب. طيب عايز اعرف بقى الجهاز ده تركي ولا في مشكله فيه ولا في شمعه متغيره؟ الشمعات بتاع الجهاز كلها عليها QR كود، تقدر تقراه بالكاميرا بتاعتك، هيدخلك على الموقع، موقع المصنع نفسه اللي هو موقع مصنع اكواتورك. هتلاقي كل الموديلات موجوده على الموقع ده، هتلاقي كل قطع الغيار، وتقريبا كمان في اسعار موجوده عليه. اللي بقى على بعض الفروقات موجوده في الجهاز ده مش موجوده في الاجهزه اللي هو الشكل الكلاسيك. طبعا مثلا كلنا عارفين الشمعه دي اللي هي الشمعه الثانيه اللي احنا كلنا عارفينها، دي في الجهاز ده برضو هي الشمعه الثانيه. طيب الشمعه دي هي الشمعه دي، بس دي مش موجوده هنا. ليه بقى؟ دي بتركب جوه هاوسنج اللي هو الشكل اللي احنا عارفينه. طبعا بقى في لو انت بقى قلقان مثلا او حظك وحش واشتريت جهاز مغشوش او ايا كان، ممكن الهاوسنج يفرقع معاك، ممكن يحصل تسريب بسبب ان الجوانات مش كويسه او الكلام ده كله. فالمشكله دي محلوله هنا. ليه بقى؟ لانك انت اساسا بتغير الشمعه بالكامل، يعني مش بتغير الشمعه الداخليه والهاوسنج موجود زي ما هو، لا انت بتشيل الشمعه وترميها وتركب دي. طبعا كلها وصلات سريعه فما بتاخدش وقت في التركيب، دي نقطه. النقطه الثانيه مش محتاجه فني، انت هتشيل الكعان اللي موجوده هناك وتركبها هنا وشكرا على كده. ده بالنسبه للشمعات الكومباكت. طبعا الجوده بتاع الشمعات ما شاء الله. اختبرت بعض الشمعات فيها كويسه جدا وتقدر تعتمد عليها. برضو طبعا لو انت عندك الميه كويسه او جوده الميه كويسه شويه، الشمعات دي عمرها طويل شويه. بالنسبه بقى لقطع الغيار، فقطع الغيار متوفره، سواء قطع غيار او شمعات، كل قطع الغيار بتاع الجهاز متوفره. دي تنقلنا على السؤال اللي بعد كده، اشتري الجهاز ده منين او اوصله ازاي او اجيبه منين؟ بص يا سيدي، هتلاقي على الشاشه دلوقتي ظهرت ارقام تليفونات. طبعا الوكيل الحصري لمصنع اكواتورك في مصر هي شركه اكوازاها.